هو المغربي يحيى عطية الله لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ في سنة 2025 الأهلي كان بيعاني في مركز الباك ليفت بشكل كبير جدا، وده حصل بعد إصابة الأسطورة علي معلول وبعدها إصابة كريم فؤاد، وهنا لما دور لقى لاعب دولي عنده إمكانيات كبيرة لعب كأس عالم مع المنتخب المغربي، وهو يحيى عطية الله اللي كان متألق جدا مع الوداد واللي كان وقتها بيلعب مع نادي سوتشي الروسي، وفعلا تم التعاقد معاه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. اول مباراه كانت السوبر الافريقي والاهلي خسرها، ولكن بعدها بيعوض في السوبر المصري ويتالق يحيى عطية الله ويفوز باللقب مع النادي الاهلي. وفي الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا قدر يصنع هدفين، وفي الدوري المصري سجل هدف عالمي امام المصري البورسعيدي، وكانت بدايته جيده جدا، بس في ظل دخوله مع الفريق بتجيله اصابه تبعده لمده فتره، ولما رجع الموضوع ما كانش مقنع بشكل كبير. يحيى مش قادر يقدم اضافه ملحوظه للنادي الاهلي، وانتهت اعاره يحيى عطية الله مع النادي الاهلي بعد كاس العالم بعد ما شارك امام بالميراس وقدم مستوى الحقيقه كان جيد جدا، وبعد ما لعب مع النادي الاهلي 22 مباراه سجل هدف وصنع 3، ولكن اعتقد انه كان يقدر يقدم مستوى افضل من كده بكتير، بس ظروفه كانت كده. يحيى لاعب خلوق جدا، وانا بعتز انه كان موجود في النادي الاهلي لانه فعلا لاعب لايق على النادي الاهلي بشكل كبير. وبعد ما انتهت الاعاره رجع لنادي سوتشي الروسي مره تانية، ولعب حتى الان في الدوري 8 مباريات وقدر يصنع هدف، وبرضه مستواه مش نفس المستوى اللي كان بيقدمه سواء مع الوداد او حتى قبل ما ينتقل للنادي الاهلي مع نادي سوتشي الروسي او حتى مع المنتخب المغربي. وبس يا سيدي كده عرفنا فين اللاعب المغربي اللي كان موجود في النادي الاهلي يحيى عطية الله. قول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟